حيث طرح مضامين العقد التي يقترحه على السلطة سياسيا اقتصاديا واجتماعيا. التفاصيل في مراسلة لعمار مقراني. خلال الاجتماع الذي أشرف عليه السيد علي فوزي رباعين رئيس حزب عهد 54 بفرجيوة بولاية ميلا أمام منتخبيه وإطارات الحزب، تحدث مطولا عن العقد الاجتماعي الذي لخصه في 3 نقاط أساسية، منها القطب السياسي، وهو ضرورة إعادة النظر في العديد من الهياكل وإعادة الاعتبار للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. كما تطرق أيضا إلى القطب الاقتصادي في ظل انخفاض أسعار البترول، وهذا ما يستدعي حسبه إعادة النظر في الصادرات في ظل انخفاض مداخيل البلاد. أما القطب الأخير شمل الجانب الاجتماعي الذي هو بحاجة ماسة إلى هدنة اجتماعية خاصة في ظل مطالب النقابات. وقد أكد أيضا في الأخير أن الهدف من هذه الاجتماعات الدورية هو تقييم عمل المنتخبين وإيصال أفكار الحزب للمواطنين. تجميد تاع الاقتصاد الوطني والتجميد راهو مربوط بالإدارة، الإدارة فيها وعليها إلى آخره. الإدارة هذه تعمل شكون دارها؟ هما. شكون يعين الوالي؟ أنا ولا هما؟ شكون يدير الأمين العام؟ هما. شكون يعين رؤساء الدوائر؟ هما. واليوم يجيو يبكين يقول لك الاقتصاد الوطني. على صعيد آخر، أشرفت